لما ادش اشوف ولدي حالته سيئه سيئه سيئه، ودهس متحمد وجريمه قتل تعتبر، هذا جزاته؟ هذا جزاته عشان كويتي وفي الرياض؟ يلا تفضل. طبعا احنا بداية قاعد نتكلم اليوم عن قضية مواطن بطل، مواطن كويتي يعتبر اسد الكويت. احنا قاعد نتكلم اليوم عن قضية وطن باكمله، لازم كلنا كشعب كويتي نقف خلفه وندافع عنه، لانه هو دافع عن شرف وبنات الكويت. لما نيجي نتكلم ان ما في دليل وما في شهود، هناك عشرات من الشهود يشهدون ان بالفعل الكتابه كانت موجوده على السياره وخلف السياره. بس انا بدي اسالك انت اسئله من خلال الطرح اللي طرحتيه وتفضلتي فيه اليوم. تفضل. التقرير اللي انت طلعتيه ما في اي كلام عن طرف كان سكران او عفوا انت لحظه، اي تقرير تقصد فيه اللي انا طلعته؟ اللي انت تكلمتي عنه انه تسرب من الشرطه. التقرير اللي قلت تسرب من الشرطه قصدك عن محضر الضبط، محضر محضر البلاغ. محضر الضبط بالضبط، ما في نعم. ان الاخ حيدر يشتم من فم رائحه طبعا هذا التقرير واضح انتشر وصل لكم انت. تفضلي. فارجوك ان تجاوبيني لا تساليني، لان عقب انا بطلع واخذي راحتك ما عندي اي مشكله. تفضل. انت ما اشرتي الى ان الطرف هذا اللي اسمه مش عارف بالكامل بس في اسمه حيدر كان يشتم من فم رائحه الكحول وتحول الى فحص الدم لاثبات حاله السكر من عدمه. طبعا. طيب هل نعرف ان اثبت عليه حاله السكر ولا لا؟ انت هذا التقرير تقول هل اثبت عليه حاله السكر ولا لا؟ هذا التقرير ترجع فيه حق وكيل النيابه. انا اتكلم عن موكلي وهو المجني عليه احمد اسد. احمد اسد ذكر في صحيفتكم الموقره. السؤال الثاني ذكر في صحيفتكم الموقره. تفضل انا اسمع كل اللي عندك واجاوب. تفضل. استعلم بارك، هاي اللي انا بس انسدرج فيه. تفضل. السؤال الثاني، انت اجزمتي ان الله يشفيه ان شاء الله الاخ احمد اسد انه هو ما كان في حاله سكر، وتكلم عنه زورا وبهتانا انه هو في حاله سكر. هل اخذ عينه من دمه عشان انت تجزمين انه ما كان في حاله سكر او كان في حاله سكر؟ هل اخذ عينه من دمه؟ طبعا اخذ عينه من دمه. اكيد هذا طبعا يعني اي بي سي التحقيقات. هذا التقرير اللي يثبت انه ما كان في كحول في دمه؟ عفوا انت قلت لي هل تم اخذ عينه من دمه، انا اقول لك طبعا. نعم. طيب الشق الثاني من السؤال عطني اياه. تفضل. طلعت النتيجه ولا ما طلعت النتيجه؟ قلت لك نتيجه عينه دم احمد اسد انه هو ما في، لكن هل طلعت النتيجه بشكل رسمي او غير رسمي هذا اتوقع خالد العويهان، الاستاذ خالد العويهان المحامي الشاب القطري هو ادرى بذلك. انا اوجه لك يعني انت تتكلمين من جانبك الشخصي مش وثائق رسميه ان في ولا ما في، لان ما طلعت لا في تقرير عند وكيل النيابه الاستاذ محمد كمال، وهو شخصيا اليوم كان جالس مع وكيل النيابه وهو وصاني قال لي استاذه ان استدعي الحال قولي. شخصيا جالس مع وكيل النيابه، طبعا احنا نشكل مثل ما قلت لك جبهه الدفاع احنا فمنظمين الامور بيننا. شخصيا قال له ما في اي نسبه كحول في دم احمد اسد. دم احمد اسد تم اتخاذ من دم. تفضل. اخر سؤال عندي وانت ان شاء الله صادقه يعني، واحنا نحتاج ان نتناقش باليقين بمستندات رسميه علشان نتاكد من الامور هذه. تفضل. الشيء صار لان انا جهه اعلاميه احب اني ابحث اكثر. طبعا وانا تفضل قول. السؤال الثالث، الكلمه المسيئه اللي ادعي على المواطن القطري انه هو كاتبها على سيارته. نعم. ورجعوا للحلقه، بس اخت غاده متى تعيدون الحلقه انتم؟ الساعه 1 بتوقيت الكويت ان شاء الله على الوطن بلس. حوراء ترجعين تشوفين الحلقه مسجله ان شاء الله. انت قلتي في بدايه كلامك ان الكلمه مسيئه موجوده في الزجاج الامامي. نعم. على كلام الشهود. طبعا. عضو الفريق المكلف الاخ محمد كمال محامي مثلك. نعم. قال ان الكلمه موجوده على الزجاج الخلفي. انا قريت في واحده من الصحف الكويتيه ان الكلام انقال شفوي. طيب لو نرجع الى قضيه سترويس كان الفرنسي مدير صندوق النقد الدولي السابق مع التحرش الجنسي مع مدبره المنزل في الفندق، تضارب اقوالها اسقط حقها في التهمه ضد كان، وقيل لها اذا اردت ان تكون كذوبه فعليك ان تكون ذكورا. نعم. يعني مساله تضارب الاقوال اختي
مرة تقولون قدام في الزجاج القدامي، ومرة تقولون في الزجاج الخلفي، ومرة تقولون شفوي. نعم. يعني هذه يعني لو حبينا نصدق نعم. يعني نصدق من؟ نعم. والصور اللي نشرت عن السيارة أيضا لا فيها كلمة ولا فيها نعم. آثار ملصقات ولا صح. فيها آثار أمامية أو خلفية، مو بلهالدرجة. يعني الناس هذول كلهم بيكونون موجودين وما حد يقدر يثبتها بكاميرا تليفون، ما حد يقدر يثبتها. حتى الشرطة اللي كانوا موجودين وركبوا مع السيارة، واحد من الشرطة اللي ركب مع السيارة وبيجي بيشوف شخص مدهوس على الارض وبيخليه وبيروح بالسياره المجني عليه والفار وبيوديه لين مركز الشرطه. نعم. انت تدرين ان في سياره لحقت القطري صح ولا لا؟ وراحت وراء مركز الشرطه عشان كانوا يبون يفتون عليه، تدرين بهذا الشيء ولا لا؟ طيب استاذ احمد ككلمه اخيره يعني من الشق الاعلامي والمهني في تناول جريده الوطن القطريه للحادث. ان شاء الله ليش الاصرار على ان السياره القطري هي اللي دهست؟ وصلت المعلومه ان شاء الله ارد عليه. والوضع كان فوضى والوضع كان لمه وناس وايد يعني طبعاً. احنا احمد الله شايفين ان شاء الله سيارتين اللي تحركوا مو سياره القطري بس، لان نعم. سياره الجمس الحقتها للمركز. نعم. وبعدين الاقوال متضاربه، مره قدام مره في الزجاج الخلفي مره شفويا. نعم. يعني في تضارب في القضيه ككل ما تساعد. انا اشوف من وجهه نظري احنا كراي عام ان نصدقها. القضاء اكيد بياخذ مجراه والنيابه عندها وثائقها، لكن احنا كراي عام ما عندنا يعني الاركان اللي تساعدنا ان احنا نصدق القضيه بهذه الحيثيه. نعم. فيعني ارجو انه ما ينطبق هذا الكلام اللي صار في امريكا علينا، ان احنا يعني يكون اقوالنا متضاربه وفي الاخير تكون امورنا يعني مش مقبوله عند الراي العام. هذه الاسئله اللي انا ودي اسالها. نعم. جزاكم الله خير على اللي انتم شكرا لك استاذ احمد.